هذه ليست عصيرا بطعم الفراولة، بل هي المشتقات النفطية تباع بالسوق السوداء بهذه الطريقة بمدينة تعز. فالحصار المفروض على المدينة من قبل ميليشيا التمرد والانقلاب لأكثر من 5 أشهر خلق أزمات عدة. في عرقلة من أطراف المدينة من الحوثيين، يقول لك أن توصلها للدواعش، ونحن نوصلها للمواطنين المحتاجين هذا البترول والديزل. الأمر لا يتعلق بحركة المواصلات والحاجات الأساسية فحسب، فمنع إدخال المشتقات النفطية يعني توقف عمل الأجهزة الطبية بالمستشفيات، وتتوقف عليه حياة المرضى. المركز إذا لم يتم دعمه بالمواد غسيل الكلى، بالعلاجات، بمادة الديزل، بالمياه، بكل ما تحتاج المركز من أدوية، المركز سيتوقف ولا نستطيع عمل أي شيء، وممكن تموت 300 مريض. طفل على جهاز التنفس الصناعي وما تدريش متى يصحي، ولو توقف الكهرباء، لو توقف الجهاز التنفس الصناعي على الطفل مما يؤدي إلى الوفاة. فهو إذا ما توفاش بسبب القصف المباشر توفى بسبب عدم وجود المشتقات النفطية. أمين عام نقابة المحامين توفيق الشعبي يصنف الحصار كجريمة ترتكبها الميليشيات بحق المدنيين، بالذات أن هناك أناس رصدت حالات كثيرة توفت نتيجة لانعدام الأدوية، وهنا وفقا للقانون تكون هنا جرائم قتل وليست وفاة طبيعية، لاعتبار أن هذه الميليشيات تعلم أن منع هذه الأدوية عن هذه المحافظة سيسبب وفاة كثير من الأشخاص الذين يعانون من هذه الأمراض المزمنة. إذن هي رسالة ونداء استغاثة لفك الحصار عن المدينة وإنقاذ ما يمكن إنقاذه، فأرواح الأبرياء فوق كل الاعتبارات. الحصار المفروض على المدينة منذ أكثر من 5 أشهر لا يقل خطورة عن المجازر التي ترتكب يوميا بحق المدنيين، فلا فرق بين من يقتل مباشرة أو يموت تدريجيا. أمين دبوان، يمن شباب، من مستشفى الثورة العام بتعز.